مرحبا بكم في غابتي. اليوم غادي نوريكم كيفاش طيبوا بروشيت بحال المحترفين في الغابه وبمكونات بسيطه ولكن مع بزاف ديال الحب. اليوم في هذه الحلقه غادي نوجدوا بروشيت ديال اللحم مشوي في الغابه، وصفه بسيطه ولكن الطعم عالمي. اولا خاصنا اللحم ديال العجل ولا الغنم مقطع مربعات ومنقوع في الشرموله من البارح، راه هو البطل ديال الوصفه. وهادو الفلفلات باش البروشيت يبان زوين خصو يلبس مزيان. البصله كتجي في الوسط كدير الرابوط وكتخليك تبكي بلا سبب. هاد زيت الزيتون راه كنستعملو حتى في الدوش، ماشي غير في الماكله. شوف خويا، اللي ما كيعرفش يتبل راه ما كيعرفش يعيش. اش هاد الحامض بحال شي قنبوله صغيره د الحموضه في الفم. القزبر هاد العشبه كتعطي النكهه بحال كتعطي الحياه. الثوم راه بحال الصحاب اللي كيعطيوك نكهه في الحياه، ولكن غير زيد منهم شويه والا غادي تبقى بوحدك. دابا غادي نعمر الشوايه بشويه ديال الحب واللحم. واش سمعتي داك الزنين؟ هادي موسيقى الطبيعه والسويكات. قلبناهم بحال ما مشيتيك في العطله، خصهم يتشمسوا من الجهتين. ريحه تشهي بحال واحد الباربيكيو في دار الجده بلا الجده. شكون قال الطبيعه ما فيهاش فاين داينينغ؟ ها الطبق وها البوطه، بوطه من الخشب. واع هادشي بحال واحد اللحظه روحانيه في فموي. اي لا عجبك الحال دير ابوني قبل ما يسالي الطبق، راك غادي تعاود تشوفني.